مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مره تانية، وبكرر مع حضراتكم التحيه من داخل دار ضيافه جمعيه اورام محافظه كفر الشيخ. رحب بضيفنا وضيفكم الدكتوره سحر عبد الخالق، الموجه العام للتربيه المسرحيه سابقا. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد، شرف ليا وجودي معاكم النهارده. ربنا يبارك لك يا رب. دكتوره سحر عبد الخالق دايما بتلبي اي دعوه تجي لها. كلمينا عن لما جات لك الدعوه، وايضا معنا الدكتوره ايمان بعد قليل انها تكون ضيفه معانا. الاول في البدايه بشكر معالي المستشار الاستاذ محمود توفيق، ارسل لي دعوه ان انا احضر افتتاح دار الضيافه. وانا بصدق ما كنتش فاهمه يعني ايه دار ضيافه. يعني انا كنت في الاول معتقده ان هو مكان لاستقبال المتبرعين لمعهد الاورام. لكن لما جيت شفت المكان، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ربنا يبارك لهم ويوسع عليهم. وبتمنى ان الدعوه عامه للكل ان يجي يشوف اللي احنا شفناه النهارده، الخير اللي احنا شفناه. يعني اكتشفت ان هو مكان مجهز بكل التجهيزات الأسرية. يعني كان واحد عايش في بيته ده للضيوف أو للمرضى اللي هم بيجوا معهد الأورام وما يلاقوش مكان لمبيت، بيكون مثلا مسافة طويلة عليهم، فده المكان ده مفتوح لهم. اتفاجئت طبعا بالجمال اللي انا شايفاه، الثلاث طوابق اللي انا شايفاهم مجهزين. عمل خيري رائع جدا جدا جدا. وانا من الناس اللي مشجعه له بعد ما شفت الجمال اللي انا شايفاه. الاساس اللي شفته فعلا جاي كله من دمياط، كأن الواحد مقيم في بيته. فما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني بشكر بالنيابه عن اي حد اعرفه القائمين على العمل الجميل اللي انا شايفاه النهارده ده. واحنا بدورنا بنشكر لحضرتك تلبية الدعوة، نشكر لحضرتك وجودك، ونشكر لحضرتك انك انت انجبت الدكتورة ايمان، واحدة من بنت مصر وبنت محافظة كفر الشيخ. خلونا نطلع فاصل ونلتقي بالدكتورة ايمان. شكرا يا دكتورة. صح، تحت امركم، ده شرف ليا وجودي معاكم النهارده.